السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عندي على القناة في اليوتيوب. أنا النهاردة رايح مكان مختلف أول مرة في حياتي أروح، ولما عرفني عليه صديقي أنور أنا مستنيه دلوقتي قدام البيت. قال لي هيوديني المكان ده وقال لي هتنبسط وهتشوف حاجات جديدة ومختلفة وتفرجها للناس، فاستنوا اللي هشوفه هصوره لكم حاجة حاجة وحتة حتة في جزيرة في وسط النيل. وحش العجوزة هتوديني فين؟ جزيرة قرصية. كورسية. اه مش عارف هي فين بس عامل. قايل للناس دلوقتي ان المكان ده جامد وخطير على ضمانتك. يعني بنحاول. بتحاول نحاول. وريني حاجة ما شفتهاش قبل عيب كده. عليك هفاجئك. يلا بينا. جزيرة كورسيا، جزيرة وسط النيل مش كتير يعرف عنها، واحدة من عشرات الجزر اللي موجودة في القاهرة. أهلها عايشين على أرضها من عشرات السنين، عايشين حياة بسيطة على الزراعة والصيد، ومبيخرجوش من الجزيرة إلا عشان يشتروا لوازم المعيشة بس. عشان تروح لجزيرة قرصية لازم تاخد عربية من شارع البحر الأحمر مع راجل مراكبي كده من الرجالة اللي موجودة هناك، وهو بيوديك لمكان الجزيرة موجود في قلب وسط البلد. حاليا على أرض الجزيرة هي حتة بسيطة بس اللي بتعديها بالمعدية، بس مش هينفع تعديها غير بس بالمعدية. المكان هنا كله زرع بلا استثناء وحيوانات في كل حتة، ومكان فيه طبع من الطبع الفلاحي شوية. فانا حاليا هتمشى بس كده في الطريق اللي بيدخلني جوه قلب الجزيره، وهنتفرج سوا مع بعض. وانا بتمشى بقى انا وصاحبي في الجزيره كده كاننا اصحاب جزيره يعني، لقيت حته مكان خطير خطير في الاخر خالص. بعد ما انت بتنزل من المعديه بتمشي على طول لحد ما تلاقي المكان رايق قوي ده. هنقعد بقى هنا كده نستمتع بالمنظر الجميل ده، ونكمل برضه لف كده في المكان. بيقولوا في كافيه كده موجود هنا على النيل على طول، هنروح برضه نبص عليه كده وممكن نقعد فيه نشرب حاجة قبل ما نرجع تاني على الزحمة بقى والهيصة والكلاكسات والحاجات المزعجة دي. قعدنا شوية وانا في الطريق راجع عشان اخد المعدية وارجع تاني. بصوا لقيت ايه، سبحان الله، يعني حاجة خطيرة جامدة أوي الصراحة، شكلها جميل يعني. المكان من كتر ما هو طبيعي، الحيوانات وال... والحشرات يعني كل حاجة هنا موجودة واخدة راحتها وكأنها عايشة في البيئة بتاعتها يعني. مكان فعلا هادي خالص. بعد ما بتنزل من العدية بقى وتخش شمال اخر الطريق ده هتلاقي هنا في كافيه موجود على النيل مباشرة. لو حابب تيجي انت مثلا انت واصحابك او انت وعيلتك تقعدوا تفصلوا شوية تشربوا شوية شاي ينسون اي مشروبات سخنة او ساقعة في المكان ده، ويبقى الفيو بتاعك النيل مباشرة زي هنا كده. احنا في اخر الفيديو انا هقعد شوية انا وانور صاحبي نشرب حاجة ونتوكل على الله، وبكده تكون جولة النهاردة خلصت. يا رب تكونوا انبسطتوا في المكان اللي انا كنت فيه النهارده. ده مكان مختلف وجديد، ولو انت عايز تفصل لازم تيجي المكان ده.